نادي الزمالك يتعادل أمام المقاولين العرب بنتيجة 0-0 ويقدم هدية للنادي الأهلي للانفراد بالصدارة والمقدمة، إلا أن النادي الأهلي هو أيضا رفض الهدية. أهلا بيكم في فيديو جديد على قناتي على اليوتيوب. حبيت أتكلم معاكم سريعا عن نتيجة مباراة نادي الزمالك والمقاولين العرب والنادي الأهلي ونادي سموحة. نادي الزمالك تعادل سلبيا مع نادي المقاولين العرب، اللي بكل أمانة نادي المقاولين العرب لعب مباراة كبيرة جدا بهدف ملغي للمقاولين العرب أمام نادي الزمالك المترنح في الفترة الأخيرة، وأداؤه مهزوز نوعا ما من معظم لاعيبه نادي الزمالك. تعادل نادي الزمالك كان بمثابه الهديه اللي بيقدمها للنادي الاهلي اللي لعب بعد منه بساعتين. النادي الاهلي لعب مباراه من أسوأ مباريات النادي الاهلي في التاريخ. لو حطينا كده لسته لأسوأ مباريات النادي الاهلي في التاريخ على جنب، هيبقى من ضمنها مباراة الاهلي وسموحه. مباراه ما فيهاش اي حاجه للنادي الاهلي. النادي الاهلي ما شاطش كوره في المباراه الا في الدقيقه 95 كره حسين الشحات اللي رايحه بتتهادى الا الهاني سليمان. النادي الاهلي على مدار 90 او 95 دقيقه كوره وحيده ضعيفه بين الثلاث خشبات. للاسف من المباريات القليله جدا للنادي الاهلي. كل اللاعبين كان دون المستوى. بطء كبير جدا لمحمود متولي في قلب الدفاع، ومحمد هاني المنطقه اللي عنده دي اتعمل منها العاب خطيره جدا على النادي الاهلي في المباراه. نادي سموحه سيطر بشكل كبير جدا على مجريات المباراه وكان خطير في اكتر من فرصتين، لولا ان محمد الشناوي ويقظه محمد الشناوي وخبرات محمد الشناوي، والوحيد الحمد لله اللي كان في مستواه في مباراه الامس وتألق في الكورتين وشالهم. مستر كولر لازم ياخد باله جدا من موضوع تدوير اللاعبين ده، لان هو من الواضح ان اثر على مستوى النادي الاهلي جدا. الفتره اللي جايه هيرجع النادي الاهلي لدوري ابطال افريقيا. هتبقى طبعا النادي الاهلي معاه مجموعه كبيره جدا ومجموعه صعبه جدا، صن داونز والهلال السوداني. مش مستحمله ان النادي الاهلي يقدم اداء ضعيف بالشكل ده. لازم مستر كولر يفوق اللاعبين ويفوق نفسه هو الاول عشان النادي الاهلي يرجع مره ثانيه. نادي الزمالك كمان محتاج افاقه. مستر فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك لازم برضو يحاول ان هو يعني يلم اللاعبين شويه، ويشوف برضو يفوق نفسه قبل ما يفوق الفريق. يعني عندنا مستر كولر ومستر فيريرا الفتره دي مستوياتهم اقل شويه من المتوقع. يعني شفنا في كاس العالم اي وقت ضايع بيتم احتسابه، ان شاء الله يكون 10 دقايق، ان شاء الله يكون ربع ساعه حتى. لكن في مباراه الاهلي لا، مفيش الكلام ده. الاهلي متعادل مع سموحه الشوط الاول، الحكم حسب دقيقتين وقت بدل ضايع، مع ان كان فيه لا يقل عن 5 توقفات في الشوط الاول. نيجي للشوط الثاني، الحكم المباراه حسب 5 دقايق وقت ضايع، مع ان كان فيه 10 تغييرات للفريقين، ولا يقل عن 5-6 توقفات في المباراه للعلاج بقى والاصابات. وعارفين بقى قصه الهاني سليمان مشهور بيها ان هو قصه اضاعه الوقت والكلام ده كله. فيا ريت بقى الكلام ده يوجه الى لجنه التحكيم ومستر جلاتنبرج، انه كل وقت ضايع في المباراه لازم يتم احتسابه. وخصوصا بقى عندنا هنا في موضوع الدوري المصري، ان الفريق اللي بيلعب على نقطه او الفريق اللي بيحط جون بيحاول ان هو يضيع وقت كبير جدا في المباراه، وده ما بيفيدش الكره المصريه على الاطلاق. لا، يبقى كل الفرق عارفه ان مهما اضعت من وقت هيرجع ويتحسب مره تانيه. حكم المباراه كان غريب جدا في اكتر من كوره. كان في كوره خطيره جدا لحسين الشحات اللي اتشد من المدافع ودخل بيها المنطقه اللي كان الاهلي بيطالب بها بركله جزاء. لا، هي كانت واضحه ان هي ضربه حره مباشره من قدام منطقه الجزاء، يعني كانت كوره خطر وللاسف لم يتم احتسابها. في اكتر من كوره تانيه برونو سافيو عمل فاول وانذار ان هو منع المهاجم من هجمه واعده. في المقابل في اكتر من كوره برضو كانت لاحمد عبد القادر ولاعيبه تانية من النادي الاهلي ومدافعين نادي سموحه اعترضوهم وما كانش فيها انذارات تماما. نتمنى بقى ان موضوع التحكيم اللي احنا بنتكلم عليه دايما ان هو في كل المباريات، ان احنا التحكيم للاسف لحد دلوقتي الجوله التاسعه عليه علامات استفهام كبيره جدا في معظم مباريات الجولات الماضيه. ده كان نهايه الفيديو بتاعي، ودمتم سالمين. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.